من يومين كده في حفل الافتتاح بتنصيب دونالد ترامب حصلت حاجة غريبة. ايلون ماسك طلع اتكلم وقال كلمته وخلص وشكر الجمهور، وقام رافع ايده اليمين وعامل حركة محمد مجدي قفشة الاحتفالية شهيرة زي ما احنا شايفين كده. وعنها يا سيدي الدنيا كلها اتقلبت على الحركة دي، لان اللي عملها مش اي حد، ده اغنى واحد في العالم يعني. ما تيجوا نشوف الحكاية فيها ايه. تعالى تعال. انا احمد طه، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو انت على الفيس ونسا او تيك توك يا ريت تتابعني علشان كل جديد. شويه يشتموا فيه وانه عايز يرجع مجد قفشه في الاهلي الالماني، وشويه يقولوا معلش لو ماسك على الله حكايته وكان بيشاور لتاكسي عشان يروح، وشويه يقولوا معلش اصله عبيط، هو كمنه عبيط يعني، وحاجات من دي. الموضوع كبر وزعماء اليمين في العالم زي جورجيا بتاعت ايطاليا كده قالت لك حلوه كده، هنرجع امجد روما تاني. ومؤسسات من اللي بتلطم على الاجداد اللي اتعملوا باربيكيو بتدينه وتقول عليه انه بيستهزئ بضحايا نادي الزمالك، ويطلع النتن يقول لك سامحوه، ومستشار المانيا يقول لك ما تسامحوش، والدنيا بهوقت على الاخر. والنهارده المرشحين بتوع انتخابات المانيا إليس اليمينيه وساره اليساريه طلعوا على التلفزيون الالماني ومسكوا في شعر بعض على الهوا، وراحت بتاعه اليسار شرشحت لبتاعه اليمين وقالت لها انت شكلك بتحبيه يا بت، وهي ترد وتقول لا والله يا قبلتي انا بحب بس انه مرح يعني، وحريه تعبير وكلام من ده يعني. والاتهام ده تحديدا بسبب ان إليس فايدل زعيمه اليمين في المانيا طلعت في بث صوتي مع إيلون ماسك من اسبوعين كده، وبقت تضحك زي الهبله على اي اساءه بيقولها إيلون ماسك. وعشان ماسك كمان دعم حزبها البديل من اجل المانيا اليميني بشكل صريح على الهوا، مع انه لا الماني ولا بيفهم في المانيا. إليس فايدل كمان هي اللي عامله رايحه جايه بتقول على نفسها انها وسيطه ومصاحبه بنت اهو زي المجتمع المتحضر، بدات تدافع عن ابو نص شنب وتتوعد بتدمير طواحين الهواء في المانيا. يعني بقى من الاخر فكك من الطاقه النظيفه والجو ده يعني، هنرجع لايام الفحم تاني، وهترجع اللاجئين لبلادهم تاني لو كسبت يعني، وهنخرج من الاتحاد الاوروبي وهنلغي اليورو. والمشكله ان سهمها بيرتفع قبل انتخابات المانيا اللي جايه يوم 23 فبراير. صحيح جايبه 20% والحزب الديمقراطي المسيحي جايب 30%، بس محدش عارف بكره في ايه. الكلام ده بدأ ياكل مع الألمان ويتجهوا لليمين لأنهم بقالهم فترة في تضخم اقتصادي كبير، والحياة بقت غالية، والبنيه شوف بقى بكام يورو. بعد ما كانوا بيركبوا مرسيدس بقوا يتشعلقوا في الميكروباص، وألمانيا ما بقتش زي زمان حرفيا يعني على فكرة. والأسباب دي أدت لوقوع حكومة ألمانيا اللي فاتت. وضيف على كده إن مؤخرا ماسك بقى بيتكلم في السياسة، وغالبا الدور بقى عاجبه أكتر من دور كرجل أعمال، وبقى عامل زي الموظف اللي كان زميلك وبقى مدير التيم.